صفقات الاهلي الاجانب في عهد الكابتن محمود الخطيب 21 صفقه، 90% منهم صفقات مضروبه في شن. اول صفقه معانا المدافع كوليبالي، وده جه الاهلي في عام 2018 من مازيمبي الكونغولي. شارك مع الاهلي في 22 مباراه ومشي بعد 6 شهور بعد ما فسخ عقده مع الاهلي. اللاعب الثاني معانا هو جيرالدو اللي الاهلي جابه في موسم 2019 وكان جاي لمده 4 سنين ونص. صفقه كلفت الاهلي $1,000,000. شارك معانا في 45 مباراه، سجل 5 وصنع 7، وبعد سنتين خلع هو كمان وفسخ عقده مع الاهلي. اللاعب الثالث معانا هو اليو بادجي، وده الاهلي كان جايبه ب $2,000,000. بادجي شارك مع الاهلي في 25 مباراه، سجل 4 وصنع 8، وبعدها طلع اعاره وبعدها اشتراه نادي امياني الفرنسي. اللاعب الرابع معانا هو اليو ديانج، الاهلي جابه في 2019 ولسه مكمل معانا لعند دلوقتي. دبابه في نص الملعب، ولما بيكون فايق بينقل الخط وسط الاهلي لحته ثانيه. الصفقه دي من انجح الصفقات اللي حصلت في عهد الخطيب. اللاعب الخامس معانا هو المغربي بدر بنون، كان عامل اداء كويس اول لما جه الاهلي، بس بعد فتره اتصاب بكورونا وقعد 6 شهور، وبعدها طلع اعاره لنادي قطر القطري. اللاعب السادس معانا هو ويلتر بواليا اللي الاهلي راح جابه من الجونه ب$1,500,000. ما كملش حاجه مع الاهلي وطلع اعاره وبعدها فسخ عقده مع الاهلي. اللاعب السابع معانا هو التاو تاو بيرسي تاو، وده جه الاهلي في 2021 وما ظهرش مع موسيماني عشان الاصابات، بس شارك مع مارسيل كولر وكان بيفوق في ماتشات الاسماعيلي. تاو شارك مع الاهلي في 126 مباراه، سجل 30 وصنع 14. اللاعب الثامن معانا هو لويس ميكيسوني ميكي ماوس، ما طولش مع الاهلي عشان ما قدرش يثبت نفسه، وده ما حدش فاكر له اي حاجه مع الاهلي ولا حد عارف هو جه ليه اصلا، وطلع اعاره لنادي ابها السعودي وبعدها الاهلي فسخ العقد معاه. اللاعب التاسع معانا هو البرازيلي برونو سافيو، اللي واضح من لمسته الاولى انه هيكون اضافه للاهلي وما بيفكرش مرتين، وده كان جاي من نادي بولفار بس كولر ما اقتنعش باللاعب ورجع تاني على النادي بتاعه. اللاعب العاشر معانا هو الجزائري احمد القندوسي، وده اللي فضح مجلس اداره الاهلي وقال ان في سماسره ووكلاء عشان كده مشي. اللاعب رقم 11 هو محمد الضاوي كريستو، الموهبه التونسيه اللي كانوا مفهمينا ان ده المستقبل وده هو اللي جاي، بس فضل قاعد على الدكه لعند ما رجع بلده. اللاعب رقم 12 هو رضا سليم اللي لسه على قوه النادي الاهلي، بس طلع اعاره لنادي الجيش الملكي المغربي، والاهلي لسه بيدفع جزء من الراتب بتاع رضا سليم وهو بره الاهلي. اللاعب رقم 13 هو جدي انتوني موديست، وطبعا محدش فاكر له حاجه غير انه كان بيلعب مع بروسيا دورتموند وخد اسرع طرد في تاريخ كاس العالم للانديه. اللاعب رقم 14 وده من انجح الصفقات اللي حصلت في عهد الخطيب هو المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي. وللعلم بس اللي كان رشح وسام للاهلي مش حد من فريق السكاوتنج ولا لجنه التخطيط، اللي رشح وسام هو واحد مشجع اهلاوي وماليش علاقه بالنادي، وطبعا الاهلي باع وسام وصرف فلوسه كلها على شويه لعيبه كسر. اللاعب رقم 15 معانا هو المهاجم جراديشار اللي اتظلم مع الاهلي عشان جه في فتره وسام ابو علي. جراديشار طلع اعاره ولسه على قوه النادي الاهلي بس هيتباع اخر الموسم. اللاعب رقم 16 معانا هو اللاعب الزجاجي اشرف داري، وده طبعا تاريخه في الاصابات اكبر من تاريخه مع الاهلي، والمفروض انه كان جاي يعوض رحيل محمد عبد المنعم، بس عوض رحيل محمود متولي في الاصابات. وللعلم هو لسه على قوه النادي الاهلي بس طلع اعاره لنادي في السويد. اللاعب رقم 17 معانا هو يحيى عطيه الله، وده كان جاي اعاره وما طولش مع الاهلي عشان الاصابات ومستواه ضعيف. اللاعب رقم 18 هو المغربي اشرف بن شرقي، اللي معرفش ازاي الاهلي تعاقد معاه هو وتريزيجيه في نفس الوقت، يعني انت جبت تريزيجيه اللي يخليك تتعاقد مع اشرف بن شرقي، ولازم الاهلي يتخلص منه ويمشي من الاهلي في نهايه الموسم. ما قدمش اي حاجه مع الاهلي وبيلعب بالشوكه والسكينه، ولا بيرجع يدافع ولا بيضغط ولا ليه اي تاثير مع الفريق. اللاعب رقم 19 هو التونسي محمد علي بن رمضان، اللي معرفش ايه لازمته مع النادي الاهلي ولا حد عارف ايه سبب غيابه عن المشاركه مع الفريق. جايبين لاعب اجنبي عشان يقعد دكه وما يلعبش. بن رمضان ما ظهرش غير في كاس العالم وبعدها اختفى، فلو هيفضل كده يمشي هو كمان سواء اعاره او بيع نهائي. اللاعب رقم 20 هو المغربي يوسف بالعمري، لسه ما شفناش منه اي حاجه عشان نحكم عليه، وكده كده هيكمل مع الاهلي مش هيمشي. اللاعب الاخير معانا هو المهاجم الاسطوره كاموش، وده كده كده ماشي اخر الموسم ولا سجل ولا صنع ولا عمل اي حاجه. جه الاهلي خد شويه فلوس وهيرجع بلده يعيش ملك. ودول الصفقات اللي عملهم الخطيب من اللعيبه الاجانب، 21 صفقه تقريبا كلهم بايظين ما عدا 2 ولا 3 منهم اليو ديانج ووسام ابو علي، اللي مشي منهم ببلاش واللي كان بياخد فلوسه وهو قاعد دكه، واللي اتدفع له فلوس عشان يمشي اصلا، واللي طلع اعاره والاهلي كان شايل جزء من الراتب بتاعه. وانا هنا كلمتك عن الاجانب وما جبتش سيره اللعيبه المحليين، عشان لو فكرت اكلمك عن اللعيبه المحليين مش هنخلص، وبدل ما هنتكلم في فيديو واحد هنكون عايزين ولا 5 ولا 6 فيديوهات، لان نسبه فشل اللعيبه المحليين اعلى بكتير من الاجانب. يعني ممكن تلاقي 95% ولا اكتر من المحليين فشلوا مع النادي الاهلي. في النهايه قول لي رايك، شايف اي صفقه من اللعيبه الاجانب هي الافضل؟